أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضات التصوير في العالم المترقي الكبير الجمال مشهود بالعين حاول لعصف الكمال المترقي الكبير الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قرت الأقدار الأثرية بما قرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دوره وبهاره فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأنسر لا تفي بعصر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين
الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وأعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسميع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشفيع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم Semangat. Ya. Beijos.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق خلق الحكمة وطوى عليه علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب، فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وتردت برد العوالم بتراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد